مرحبا. انا اليوم جيتكم حبيت نحكي لكم على 4 ايام هذوما، ال4 ايام نتاع الحجر الصحي اللي هما الحقيقه من العباد اختلفوا فيهم. فما عباد عجبوهم وفما عباد معناتها فما عباد كيما نقولوا نحنا يفون بروفيتي من ال4 ايام هذوما راحه والا معناتها بوز بالخدمه، وفما عباد باش يضروهم، عباد باش يخليوهم امباكتي، خاطر ثم عباد بيان سور عندهم قوت يومي، دونك حتى ابسط الموارد ولا ابسط الحاجات اليوميه ال4 ايام هذوما باش ياثروا عليهم برشا. هذه حاجه مفهومه الحقيقه، وانا واحده من الناس ما نجمش في النيفو نتاعي نقول حاجه صحيحه ولا غلطه. ابخي تو كل واحد باش يتحمس وليته قدام ربي، اما باش نقول هذا ال4 ايام هذوما امر واقع، يعني سي موجودين باش نعيشوهم، باش نكونوا في الدار، باش نسكروا افريتنا، باش نسكروا لي بروجي نتاعنا ونقعدوا في الدار. علاش اليوم انا بالحق نحبكم ما تدخلوش روحكم في السيركل نتاع الضغط والخوف والبانيك، نحاولوا نغزروا لهم بنظره اخرى، بنظره الفرصه. تقولي كيفاش فرصه؟ معناتها نقولك اي ميسالش، انت قاعد في الدار بطبيعتك، يعني انت كيف تبدا خايف وستريسي وتخمم وما كرهمش وكارهم وتعدي جهدك الكل والانرجي نتاعك الكل في انك تلوم على العباد اللي خذات القرار هذايا. خليها بينهم بين ربي، خليهم هما اللي خذوا القرار يتحمل مسؤوليتهم بينهم بين ربي. اما خذ انت الحاجه اللي بين يديك انت، اللي انت تنجم تحسبها فرصه انك تقيم اللي تعدى، فرصه انك تفهم ما بين الكونفينمون اللي فات والكونفينمون هذايا شنو الحاجات اللي تبدلت وشنو الحاجات اللي طورت فيها، وشنو الحاجات في الكونفينمون اللي فات فيما نتاع مارس وعدت روحك باش تعملهم وما نجمتش تعملهم، وشنو الحاجات اللي عملتهم وشنو الحاجات اللي باش تطور فيهم. علاش اليوم كي نقعدوا مع رواحنا شويه نجموا نطوروا من رواحنا ونخرجوا بعد ال4 ايام هذوما عندنا قرارات اخرين. انسان اللي عنده مشروع ينجم يخمم فكره جديده، ينجم يخمم اللي هو يطور في مشروعه اللي هو بطبيعته مسكر، معناتها 4 ايام حتى كان مش يقعد متغشش هو باش يقعد مسكر، يعني مش باش يجيب له فلوس. دونك اما خير تو بروفيت باش تخمم انك تطور من روحك، انك تطور من البروجي نتاعك، انك حتى بفكره صغيره حتى تقترحها على عبد، حتى تتناقش مع عائلتك، حتى تتلهي بصغارك. كتاب ما كملتوش كملوا، بتتخ يعطيك دفعه كبيره برشا بعد ال4 ايام هذوما، يبدد لك نظره على برشا حاجات. هيك علاش اليوم انا نحبكم تراوهم فرصه، اي فرصه. ان شاء الله في سي لايف نعطيكم يعني شويه امل وشويه من لي زون بوزيتيف باش نعديو ال4 ايام هذوما نعديوهم بالكدا، وان شاء الله يا رب يكونوا كما نقولوها اخر الاحزان، وان شاء الله يا ربي يا ربي معناتها توف علينا هالغمه وهالخطر وهالازمه اللي نحنا عايشين فيها، ونعيشوا في حياه نرجو الحياه بيان سور نتاعنا وتكون حياه افضل. علاش لا؟ على خاطر اكيد كي باش نخرجوا من الكورونا بقدرة ربي ما باش نكونوا بنفس الوعي اللي قبل الكورونا، برشا حاجات تبدلت فينا. علاش نحنا في سي لايف نحبوا نعطيكم دي زون بوزيتيف شويه، حتى كان باش نخفوا عليكم ونخفوا على رواحنا زاده، ان نستغلوا ال4 ايام هذوما في حاجه مزيانه، في حاجه حلوه، ننسيو الكورونا وننسيو ضغوطات الحياه وننسيو الحاجات اللي خليناها لبرا الكل، ونحاولوا باش اون بروفيت لو ماكسيموم الفرصه هذيا. استناونا ميلا في قدره ربي لقاء قادم. باي باي.